الفيلم بيبدأ مع سارة ركبت العربية مع والدها دون ومعهم بنت اسمها ماري تعبانة ومريضة ورايحين المستشفى، وبتتوقف ماري عن التنفس وبتدخل غرفة العمليات. وبيرجع ورا من 20 سنة لما كانت سارة عندها 17 سنة اللي عايشة مع أهلها، مع والدتها رينيه ووالدها دون، مع أختها اللي بتيجي تزورهم، مع أمها إنها تروح الحفلة مع زميلها كريس اللي بتحبه، لكن والدها بيرفض وما بيهتمش برأي أمها ولا برأيها شخصيا. فبتقوم من على الأكل، فبتقرر تخرج من شباك البيت ويروحوا الحفلة، وبتروح والدتها عشان تواسيها، لكن دون بيجيب مفتاح الأوضة بيفتحها وما بيلاقيهاش، وبيعرف إنها هربت من البيت عشان الحفلة، وبيستناها لغاية ما النهار طلع، وبيشوفها نازلة من الموتوسيكل ورايحة من الشباك الخلفي عشان تدخل البيت. فبيقول لها إنها تدخل من الباب الأمامي، وبيصرخ عليها بسبب إنها ما بتسمعش كلامه، وبيقول لها إنه مادام أنت عايشة في البيت ده تسمعي كلامي. بتقول له سارة إنها مستنية توصل 18 سنة وتسيب البيت وما تشوفوش تاني لأنه مرض نفسي. وبتجيلها أختها عشان تطمن عليها، وبتقول لها إنها انبسطت جدا وإن كريس اعترف لها بحبه، وإنه وعدها إنه يجيب لها خوذة محفور فيها اسمها عشان تلبسها لما يسافروا سوا، وإنهم اتفقوا بعد 4 شهور لما تتم 18 سنة هيسافروا مع بعض وتسيب البيت وتسافر بدال العيشة اللي حبسها فيها والدها، وإنها مش عايزة تشوفه تاني لأنه مريض نفسي ومتسلط عليها. بيكون دون سامع كل الكلام ده عند الباب، وبعد ما بيخلصوا الكلام بيكون دون نازل للقبو البيت ويفتح باب سري ورا دولاب العدة، بيكون قدامه أوضة واسعة وضلمة وبيفكر في اللي هيعمله. وبتعدي 3 شهور وبتتخرج سارة من الثانوية، وبتتكلم على اللي هتعمله وإنها مجهزة شنطتها عشان تسافر معاه، وبتقول لها والدتها إنها خرجت تشتري شوية حاجات وبتسيبها لوحدها مع دون. وبيناديها والدها عشان تشيل معاه صندوق تقيل وإنه هينزلوا للبدرون، وبتنزل سارة معاه للبدرون وبتشوفه بيفتح باب سري، وبيدخلوا في ممر بعدها باب حديدي، وإن المكان ده مخبأ للمالك القديم للحماية من القنابل أثناء الحرب، وإن الأوضة ما استخدمهاش حد من فترة ولكنه صلحها خلال 4 شهور اللي فاتوا. وأول ما بيطلع دون بيقفل الأوضة ويسيب سارة وراه وبيقفل عليها الباب، وبتصرخ سارة وبتكلمه لكن الأوضة كاتمة للصوت ومفيش حد بيسمعها. بعدين بيسيبها وبيطلع فوق، وبتفتح الصندوق بتلاقي كل هدومها والشنطة اللي كانت جمعتها عشان تسافر، وتعرف إنها محبوسة في البدرون وإنها عايشة فيه. وبتكون والدتها تتجنن عليها لأنها اختفت فجأة، وبتتصل بأصحابها عشان تتأكد إنها عند واحدة فيهم. وبيجي تاني يوم بتحاول سارة تدخل أي أرقام عشان الباب يتفتح لها، لكن بعد المحاولات بيطفي النور في الأوضة. وبيعدي 4 أيام وسارة محبوسة في الأوضة من غير والدها ما ينزل يشوفها، وأول ما بتحس إنه هيدخل بتضربه على راسه عشان تهرب من الأوضة، لكنه بيكون قافل الباب التاني وبيشدها من شعرها في الأوضة تاني، وبيقول لها إنه بيغير الرقم السري كل يوم، وإنه بعد 3 محاولات فاشلة بتنفصل عنها الكهرباء، وبيتوقف نظام التهوية عشان تتعذب. فبتسأله عن سبب اللي بيعملوا فيها، فبيقول لها إن الحياة مترتبة على قرارات، فهي اللي اختارت كده لما فكرت تهرب وتخالف كلامه، وإنها تدفع الثمن طول حياتها، وإنها بقت تحت رحمته هو وبس. وبيتهجم عليها لأنه مريض نفسي. وبعدها يطلع فوق وينضم للتحقيق، وبيقول لهم إن بنته هربت قبل كده عشان تروح حفلة، وكانت خطتها إنها تهرب من البيت لما تتم 18 سنة، لكن هربت قبل عيد ميلادها وكل هدومها اختفت معاها. وبيكون عدى 21 يوم من حبس سارة في البدرون. بينزل دون مع تورته صغيرة بمناسبة بلوغها 18 سنة، وبيديها لبس هدية وبيأمرها تلبسه فورا، وبيعاملها كأنها مراته مش بنته، وبيقول لها لو عايزة أي حاجة هيجيبها لها. فبتطلب تلفزيون وساعة عشان تعرف الوقت، وبيجيب لها اللي هي عايزاه. وبيمر 38 يوم وهي محبوسة، وفي يوم تاكل من علبة التونة وبتفكر تهجم عليه بغطاء علبة التونة، لكن بيضربها ويكسر ايديها، وبيقول لها ان ده عقابها كل ما تخالف كلامه. وبيعدي الوقت ويمر عليها 345 يوم في البدرون محبوسة، ويبان عليها انها حامل في الشهر الاخير. وبيديها دون كتاب بيتكلم عن طريقة الولادة عشان تولد نفسها، وبتقدر تولد نفسها. وبيجي دون بيلاقيها خلفت بنت سمتها ماري، ويجيب لها حاجات تاكلها ومن ضمنهم سكينة، وبتمسك السكينة قدامه وبترميها لانها استسلمت للواقع من زمان.
وإنها لو قتلته مش هتقدر تطلع من البدرون غير إن الأكل هيقل وبنتها هتموت وبعدها هتموت هي كمان من الجوع. وبيعدي 4 سنين على سارة وهي محبوسة في البدرون مع بنتها، وبيبان إنها حامل من دون وبتحاول تطلب منه يسمح لها بالخروج من الأوضة، لكن بيتخانق معاها وبيقول لها إن ده مستحيل يحصل، وبيسيبها وبيروح لأسرته يتغدى. وبتكون ريني لسه عايزة تدور على بنتها وبتطلب إنها تأجر محقق خاص، لكن دون بيرفض إنه يخسر فلوسه على البحث عن بنتهم، وبيقول لها كفاية $5000 اللي خسرتهم على البحث عن بنتها. وبيجي راس السنة وبينزل لهم دون تلفزيون عشان يتفرجوا عليه، وبتكون ماري مبسوطة إنها بتتفرج على العالم الخارجي اللي عمرها ما شافته. وبيعدي 7 سنين على وجود سارة في البدرون، وبيكون معها طفل اسمه مايكل مع ماري وحامل كمان. وبتكون ماري تعبانة ومش عايزة ياخدها للدكتور ومش مهتم بصحتهم، وبيقول لسارة تهتم بيها وخلاص. بتخليهم سارة يعيشوا حياة بسيطة ومبسوطين وتلعب معاهم. وبتيجي ولادتها الثالثة وبتطلب من دون انه ياخد ابنها اللي سمته توماس يطلعه لفوق اي حد يهتم بيه، لانها مش قادرة تهتم ب3 اطفال. وبيوافق دون وياخده ويسيبه قدام الباب عشان رينيه تلاقيه وتاخده وتعرف ان بنتها بخير والولد حافدها من سارة. وبتقول لها انها عايشة حياتها مع صديقها وما عندهاش وقت لتربية طفل. وبتاخده رينيه وهي مبسوطة، وبيشوف دون ورقة صغيرة تحت الطفل، وبعد ما قراها نزل لسارة في البدرون وبيقول لها ما تحلميش تسيب البدرون ابدا. وبتمر 17 سنة على نفس الحال، وبيكون الجو مطر، وبتشوف سارة ان السقف بيقطر فبتحفر في السقف لغاية ما بتوصل الجنينة، وبتطلع الكشاف عشان اي حد ياخد باله وينقذها. وبيكون واحد ماشي في الشارع وبياخد باله وبيروح يطرق الباب بالبيت، وبيفتح دون الباب وبيقول له ان حد مشغل الكشاف كأنه بيستغيث. بيروح للبدرون وبيهجم على سارة وبيضرب فيها وهي حامل وما بيهتمش بحملها، وبتصرخ سارة وبيموت الجنين اللي في بطنها. بتيجي السنة 18 وبيكون مايكل وماري عايزين يخرجوا من الأوضة وإنها السبب إنهم محبوسين في الأوضة، وبيفضلوا يصرخوا عليها وبتتعصب وبتدمر كل حاجة في الأوضة وبتقع على الأرض، وبتفتكر الحفلة اللي كانت فيها مع كريس لما وعدها بالخوذة بتاعتها. بيجوا أولادها يتأسفوا على اللي عملوه معاها، وبتقول لهم عن كل حاجة عن والدهم وإنه هو جدهم وإنه حبسهم في البدرون. وبتيجي أزمة الرب والماري وبتحاول تتنفس بهدوء عشان الأزمة ما تشدش عليها، وتمر سنة كمان. وبيترفد دون من شغله وبيواجه مشاكل مع رينيه بسبب نقص الفلوس، وبيشوف توماس اللي بيحصل وإن دون مش هيقدر يسدد الفواتير اللي عليه، وبيجيله إنذار طرد من البيت خلال 30 يوم لو ما دفعش الفواتير اللي عليه. قرر ساعتها يقتل سارة وأولادها عشان لو اتطرد من البيت مفيش حد يلاقيهم، وبيوصل لهم خرطوم من فتحة التهوية بتاعتهم لشكمان سيارته عشان ينقل الغازات السامة وتنفسوه ويقتلهم. لكن توماس بيدخل عليه وبيفصل سيارته ويتكلم معاه، وبيلاقي توماس حضنه وإنه هيلاقي حل للفلوس وإنه بيحبه جدا. ساعتها بيدور عن حل من غير ما يقتلهم وبيروح يطمن عليهم. وبيمر 20 سنة على حبس سارة وأولادها في البدرون، وبتيجي أزمة ربو حادة الماري وبيستنوا دون يوديهم للمستشفى. بعد ما بيجيلهم بتطلب سارة من دون إنه ينقذ ماري وإنها لازم تروح للمستشفى فورا، وبعد ما بتترجاه إنها مش هتتكلم لحد ولا هتحكي لأي حد حاجة، وبيوافق إنه ياخدها للمستشفى ومايكل يفضل في القبر عشان لو حصل له حاجة موت وهو في البدرون. وبتخرج سارة من القبو أول مرة من 20 سنة ويتحركوا بالعربية رايحين للمستشفى، وبيوصلوا المستشفى وبينقذوا ماري. وسارة قاعدة جنب دون بيسجل بيانات ماري. بتقلب سارة كوباية المية على الورق عشان يقوم يجيب ورقة تانية. ساعتها بتتحرك على شرطة المستشفى وبتقول له عايزة المساعدة، وبتحضن الممرضة اللي جنبها. وساعتها بيفهم الشرطي إنه في حاجة غلط وبيروح بيقبض على دون. وبتروح سارة تطمن على ماري وبتستناها تفوق، وبتقول لها أخيرا خرجوا من السجن ودون اتقبض عليه وهيقضي حياته في السجن. وبتروح الشرطة للقبو وبتخرج مايكل، وبتكون رينيه جدته شايفة اللي بيحصل ومش مصدقة إن جوزها ممكن يعمل كده. وأخيرا بعد 20 سنة تقدر سارة ترجع لحياتها الطبيعية مع أولادها، وبتعيش مع أمها وأختها في بيت جديد. وبتلاقي كريس رجع لها وجايب لها الخوذة اللي وعدها بيها من سنين، وبيقول لها إنه كان شايلها عنده على أمل إنها ترجع له تاني، وبتركب معاه زي زمان قبل 20 سنة.